الأب والأم اللي اطمنوا وناموا على المخدة مرتاحين بعد ما مضوا جوز بنتهم على قايمة فيها كام جرام ذهب وفيها كل أشياء جوه البيت من الإبرة للصاروخ. لستة طويلة فيها اللي جه واللي ما جاش، وأخينا وقع وختم وبصم. السؤال: هل دي ضمانة إن بنتكم ترتاح؟ طب بعد ما اتطلقت وخدت قايمتها ارتاحت ولا لسه بتلف على المحاكم؟ يا جماعة الموضوع بقى مرعب. اللي بنشوفه وبنسمعه كل يوم بيقول إن في حاجة غلط، الكفة مش مظبوطة، الشباب بعد عن الجواز واتجه لسكك تانية مفيش داعي لذكرها، انتوا عارفينها كويس. وده مؤشر خطير، لأن طول عمر البلد دي قوتها في شبابها. الشاب من دول يروح علشان يتجوز فيقابله حماه ويقول له احنا بنشتري راجل، طبعا بيقول له الاسطوانات رياها اللي كلنا حافظينها، ويطلع له لستة طويلة فيها كل ما لذ وطاب، ذهب بالشيء الفلاني ومؤخر قد كذا وأساس وشروط فوق طاقة أي حد، فيها حبل بيتلف على رقبة العريس قبل ما يخش الدنيا، ولو اعترض يتهمون انه مش شاري او ناوي يغدر، وطبعا يطمنوا برضو بالكلمتين اياهم ان ده عرف وان دي مجرد ورقة ملهاش اي لازمة علشان بس يعني نضمن حقوق بنتنا. طيب تضمن حق بنتك من ايه؟ يقولك من الراجل، مش يمكن يغدر، يبيع، يخون، يأذي، فالورقة دي تخليه يفكر 1000 مرة قبل ما يغلط. طب يعني مع احترامي يا فندم، مع احترامي لحضرتك، الشاب ده ابن الناس ده اللي دخل البيت من بابه هو يضمن حقه ازاي؟ بالفرض بنتك هي اللي خانت، هي اللي غدرت، هي اللي باعت، مش يمكن ما تكونش قد المسؤولية يا فندم؟ مش يمكن تكون غلطة؟ ليه دايما بنفرض سوء النية في الشاب اللي داخل من الباب وكأن بناتنا هم اللي ملايكة؟ هتقول لي مفيش واحدة عايزة تخرب على نفسها. طيب يا سلام، ما هو بنفس المنطق ان الراجل اللي دخل من الباب ده ومضى قايمة فيها اللي جه واللي ما جاش مش عايز يخرب على نفسه. ابنك اللي هتجوزه في يوم من الايام اكيد مش هيتجوز علشان يخرب بيته. وقبل ما تتهمني اني بتكلم بذكورية وجاي في صف الراجل، والراجل ده بالمناسبة ممكن يكون ابن حضرتك او اخو حضرتك، بس تعالوا نشوف نتيجة القايمة ايه. النهاردة بنتكم اتطلقت وخدت قايمتها بالكامل، وخدت الكام جرام اللي اتكتبوا بزيادة، وقلنا حقها وعادي مفيش مشكلة. قول لي نفسيتها عاملة ايه؟ بقالها كام سنة متبهدلة في المحاكم. طيب ابنكم اللي كبرتوه وضيعتوا عمركم وشقاكم عليه واتجوز ومضى على قايمة، وبعد كام شهر ما اتفقش هو ومراته، عادي بتحصل، مصيره كان ايه؟ اترفع عليه كام قضية يا فندم؟ فكروا بالعقل مش بالعاطفة ولا بالعرف، هتعرفوا ان الميزان مش مظبوط. وبعدين يا جماعة لو الجوازة مش مضمونة من البداية كان لازمتها ايه؟ يا جماعة الورقة والقايمة دي بتتحول مع أول خلاف لسلاح بيضرب الأسرة المصرية في مقتل. مجرد توقيع بسيط بيتحول لحبل حوالين رقبة ابنك، ويا تدفع يا تتحبس. ومن ناحية تانية تبدأ بنت صغيرة لسه في العشرينات في سكة المحاكم اللي ملهاش آخر، تضيع عمرها وشبابها بين المحامي ده والمحكمة دي والاسم ده، ونقعد بقى نتحايل على القانون ونتبلى على بعض باسم ايه؟ باسم حقوقنا. وده بيحصل ليه؟ علشان ما كانش فيه معروف في البداية، فطبيعي النهاية ما تكونش بإحسان. سيدنا النبي قال أقلهن مهرا أكثرهن بركة، وقال يسروا ولا تعسروا،
سهلوها على بعض يا اخوانا، بلاش تبالغوا في الطلبات واللي بتكتبوه. فاحنا عملنا ايه؟ صعدناها على بعض، فكل طرف بقى عايز ينتقم من الطرف التاني. شاب شايف انه اتاخد شقة عمره وشقة عمر اهله، وكتب على نفسه قايمة بالشيء الفلاني ومؤخر بالشيء الفلاني، فقال ايه؟ والله لا بهدلك في المحاكم. ومن ناحية تانية بنت واهلها شايفين ان ده حقهم، فاحنا كمان مش هنسيبك، هنبهدلك في المحاكم. وتنتهي العلاقة اللي المفروض تكون مليانة مودة ورحمة لعلاقة مشوهة، بنقضي اللي باقي منها على سلم محكمة الأسرة. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ورقة اتقال ان ملهاش لازمة. يا جماعة، نار القايمة والطلبات المبالغ فيها طالت كل البيوت. بناتنا متبهدلين في المحاكم في عز شبابهم، وولادنا انقسم ظهرهم وهم لسه في بداية المشوار. والنتيجة كانت ايه؟ خلقنا جيل بيهرب من الجواز واتجهوا لسكك تانية انتوا عارفينها كويس. واللي بيتجوز فيهم دلوقتي بيبقى شايل رعب من بكرة، مش أمل في حياة جديدة. يا جماعة من فضلكم، من فضلكم، في خلل لازم يتظبط، وفي حاجة مايلة لازم تتعدل. بناتنا واقفين في طوابير المحاكم وولادنا ظهرهم انقسم. بناتنا شالوا المسؤولية في عز شبابهم، وولادنا مطلوب منهم ان هم يبدأوا من الصفر. وما بين مين الصح ومين الغلط في عيال بتضيع. القايمة أول ما ظهرت في البداية ما كانش فيها مشكلة، اتعملت علشان تخفف الأعباء وتساعد الشباب إنهم يتجوزوا. كانت بتساعد وبتخلي البيوت تقوم وتعمر، مش علشان تكسر ظهر حد. ولكن مع الوقت تحولت من وسيلة أمان لسلاح انتقام. النهاردة القايمة بقت سرطان بيهد في البيوت، بقت بتاكل المودة والرحمة وتهد الثقة، وتخلي كل طرف شايف إن الشريك اللي معاه خصم. حولنا بناتنا من رمز للرحمة والمودة لسلعة بمقابل وصل أمانة، واللي ما يعرفش يسد يتحبس. القايمة في الأصل كانت عرف اتعمل في زمن الناس كانت بتخاف فيه على بعض، مش زمن السوشيال ميديا اللي بتنفخ في النار، ولا زمن البرامج اللي بتبيع الخراب باسم الحقوق. وخلينا نكون واضحين أكتر ونتكلم بحكمة. القايمة مش موجودة في الدين ولا فرضها شرع، هو اتفاق ما بين الناس، ولكن لو بقى ظلم يبقى باطل. فزي ما قعدنا زمان وخلقنا عرف اسمه القايمة علشان نسهل الجواز، لازم نقعد من تاني ونعمل عرف جديد علشان يحمي ولادنا وبناتنا. يا جماعة، أنا قصتي مش قصة قايمة، أنا ضد النتائج اللي بتحصل بسببها. أنا ضد بهدلة المحاكم والانتقام والكره والقهرة. إحنا محتاجين ولادنا وبناتنا يكملوا حياتهم بسلام علشان يقدروا يبنوا ويعمروا. يا جماعة، يا جماعة، مصر بلدنا قوتها في شبابها، وشبابها مش هيصلب طوله وظهره غير لما يطلع من أسرة سوية. البيوت مش بتقوم غير بالحكمة، ومستقبل البلد دي مش في اللي يكسب قضية، لكن في اللي يكسب بيت. ومصر مش هتنهض غير لما نعيد التوازن جوه البيوت.